في ثانية كده نمسي على صديقي وحبيبي وزميلي طاهر أبو زيد وزير الرياضة. أنا مش عارف ليه لسه ما مشيتش يا طاهر. استقيل يا طاهر يرحمكم الله، علشان المنظر والتاريخ واللي قلته، وخصوصا سبحان الله ربنا ده كبير. وإشاراته بتيجي في وقتها. النهاردة صدر حكم محكمة يقضي بحبس طاهر أبو زيد سنة وعزله من منصبه علشان عدم تنفيذه حكم محكمة. وعشان اطمنكم طاهر ابو زيد مش هيتحبس ولا حتى يتعزل من منصبه، ده حكم درجه اول درجه، وبيحصل لمسؤولين كتير زي اللي حصل قبل كده لمحافظ القاهره عشان عدم تنفيذ حكم محكمه، وزي اللي حصل لمحمد ابراهيم وزير الداخليه عشان عدم تنفيذ حكم محكمه. وبيبقى الحكم مدي فتره انتقاليه او فتره يعني مؤقته كده للمسؤول انه ينفذ فيها الحكم، فالمسؤول بيقوم تاني يقوم ماضي على قرار المحكمه وانه يبقى نفذ الحكم وخلاص بيسقط الحكم وكانه لم يكن، فما فيش قلق يعني ان هو يتحبس او كذا. لكن هو المفارقه بقى فين؟ المفارقه ان حكم المحكمه اللي طلع النهارده بحبس طاهر ابو زيد سنه وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكم محكمه. انهي بقى حكم محكمه اللي ما نفذوش طاهر ابو زيد؟ حكم محكمه يقضي ان وزير الرياضه يقوم بحل مجلس اداره نادي الصيد لانه تم اكتشاف تلاعبات وتزوير في انتخابات مجلس اداره نادي الصيد التي جرت سنه 2009. شفتوا المفارقه؟ عشان كده بقول لكم ربنا سبحان الله كبير واشاراته يعني واضحه جدا. يعني وزير الرياضه عنده حكم محكمه نهائي بحل مجلس اداره نادي الصيد وما نفذوش ويعرض نفسه للمساءله القانونيه، وما عندوش حكم محكمه يخص مجلس اداره النادي الاهلي، عنده مجرد مجموعه من الاتهامات اللي عاملاها الشؤون القانونيه في وزاره الرياضه ضد مجلس اداره النادي الاهلي، وهو بيحولهم للنيابه، وقبل ما النيابه تبحث وقبل ما تحقق وقبل ما تروح للمحكمه وقبل المحكمه ما تحكم خد هو قرار بحل المجلس او مد فتره عمل وقف مد فتره عمل المجلس. هو ده اللي يثبت لكم ان في الامر زي ما انا قلت لكم من حوالي اسبوع، الامر فيه نفس، فيه النفوس متداخله، فيه الاهواء والمصالح، فيه الشعور بالنديه والخصومه مع الرجاله اللي موجودين في مجلس اداره النادي الاهلي وطاهر ابو زيد كوزير الرياضه. الموضوع مش قانوني بحت، لانه لو كان قانوني بحت كان الاولى انه ينفذ حكم محكمه، كانش حد يقدر يقول له بم هنقول له ليه يا كابتن طاهر؟ يقول لهم انا عندي حكم قضائي بحل مجلس اداره نادي الصيد. لكن ده ما نفذوش ونفذ اللي ملوش حكم قضائي. عشان كده انا بقول والله يا كابتن طاهر ارحل. وبعدين انا مش عارف، اقسم بالله مش عارف العسل اللي مدهون على كراسي المسؤولين ايه اللطافه وايه المجد وايه المميزات وايه الايجابيات اللي على كرسي مسؤولين طول اليوم بينتقدوا، طول اليوم بيهاجموا، وانا اسف طول اليوم كمان بيتشتموا على المواقع ومش عارف ايه، وهم بالليل ووجع دماغ بالنهار، ومفيش فلوس. انت عايز اقول لكم انا المسؤولين دلوقتي زمان كانت اليغمه، دلوقتي مفيش فلوس. المسؤول ده بياخد له كام الف جنيه، لكن هو في النهايه شو ومنظر. هل الشو والمنظر يستاهل وجع الدماغ ده؟ يعني طاهر ابو زيد قبل ما يبقى وزير او حتى لما يسيب الوزاره هيرجع اعلامي وياخد فلوس كويسه وياخد شو واضواء والناس كلها تحبه وتقول طاهر ابو زيد بيعمل برامج حلوه او يترشح يبقى رئيس مجلس النادي الاهلي او غيره من الهيئات. يعني الدنيا مفتوحه. ايه سر التمسك بالكراسي؟ انا هنا ما بكلمش طاهر بقى، انا بكلم كل مسؤولين. ايه سر هذا التمسك بالكراسي؟ انا مش عارف بجد. حد يقول لي ايه سر التمسك بالكراسي رغم انها دلوقتي كراسي يعني ما خليني مؤدب، انها كراسي مش مريحه، انها كراسي بتجيب